محمود الخطيب بيتنحى عن رئاسة النادي الأهلي في قرار غريب جدا وصادم جدا جدا لكل الجماهير الأهلوية. تعال أقول لك إيه اللي حصل. محمود الخطيب أصدر قرار غريب وصادم جدا لكل الجماهير الأهلوية ويمكن كمان لكل الجماهير المصرية، بأن هو بيتنحى عن رئاسة النادي الأهلي وأن هو مش هيرشح نفسه للانتخابات القادمة، وده طبعا لظروف صحية. محمود الخطيب لما اصدر القرار دوت، وانا هنزل لكم الكلام بتاع محمود الخطيب اللي قاله، اقرأوه كده على الشاشة او وقفوا بقى الفيديو واقرأوا القرار دوت واحدة واحدة كده. محمود الخطيب قال ان هو كان بيحاول من فترة كبيرة يتنحى عن رئاسة النادي الاهلي استجابة لطلب الاطباء، عشان هو بيمر بظروف صحية صعبة جدا، ولكن من كتر الضغوطات اللي عليه من النادي الاهلي ومن الادارة كان بيرجع للشغل مرة تانية ومش قادر ان هو يوقف شغل. وبالتالي دلوقتي خلاص الانتخابات بتاعة رئاسة النادي الاهلي قربت، فالكابتن محمود الخطيب اصدر القرار دوت ان هو بيتنحى عن رئاسة النادي الاهلي لاسباب طبية ولظروفه الصحية، وان هو خلاص مش هيقدر يترشح لرئاسة النادي الاهلي مرة تانية. من هنا بقى السوشيال ميديا مقلوبة تماما تماما، مين اللي هيمسك النادي الاهلي بعد كده؟ هل سيد عبد الحفيظ؟ هل حسام غالي؟ وقرارات تانية بقى خالص بره لعيبة الكورة تماما. احمد ابو هشيمة مترشح ليه ان هو يمسك رئاسة النادي الاهلي، كمان ياسين منصور صاحب شركة بالم هيلز مترشح ان هو يمسك النادي الاهلي، محمود طاهر، اسامي كتيرة قوي مطروحة ان هي تمسك رئاسة النادي الاهلي. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه رأيكم في قرار الكابتن محمود الخطيب، ومين انسب واحد لرئاسة النادي الاهلي.